القصة بدأت سنة 1896 لما الأمير سعيد حليم باشا قرر يعمل مفاجأة لزوجته، ومش أي مفاجأة يا جماعة، ده قرر يهديها قصر كامل. فاستدعى أشهر معماري في عصره الإيطالي أنطونيو لاشايك اللي صمم جاردن سيتي عشان يصمم له هذا القصر وسط زحمة وسط البلد، وفي مكان محدش كان يتوقعه بيوجد هذا القصر الفخم في شارع شامبليون. القصر اللي اتبنى كهدية وانتهى بيه الحال لأنه مهجور. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. حكاية القصر الذي لم يسكنه صاحبه بوسط القاهرة وعلى بعد أمتار من ميدان التحرير، وبالتحديد في شارع شامبليون. بيوجد دائما أمام المرة قصر مهجور بيطلق عليه قصر شامبليون نسبة لوجوده بشارع شامبليون بوسط البلد. لكن هو القصر ده ملوش علاقة أساسا بالعالم فرانسوا شامبليون، لا من قريب ولا من بعيد. وحكاية القصر دي بترجع إلى العصر العثماني. هذا القصر ملك الأمير سعيد باشا حليم حفيد محمد علي باشا. ولد وعاش بمصر وتعلم في سويسرا العلوم السياسية، وطلبته الدولة التركية للعمل في السلك الدبلوماسي، وترقى حتى وصل إلى وزير خارجية تركيا. وبعد حدوث خلافات بين سعيد باشا والأتراك عاد إلى مصر وقرر الزواج، وأمر أهم المهندسين المعماريين في هذا الوقت أن يشيد له قصر للزواج، وهو المهندس أنطونيو لاشايك، بتشييد قصر للزواج فيه. ولاشايك هو أحد أهم وأمهر المهندسين المعماريين الإيطاليين في هذا العصر. وفي سنة 1895 بدأ لاشايك ببناء القصر الذي يتكون من مبنى رئيسي وجناحين، واستغرق بناء هذا القصر 6 سنوات، وتم بناؤه على مساحة 4781 متر مربع، لتصل حدائقه إلى ميدان التحرير قبل اختصاصها إلى مساحته الحالية. ولكن بعد الانتهاء من البناء وفرشه بالكامل ولأسباب غير معروفة حتى الآن، رفضت الأميرة إنجي توسن زوجة سعيد باشا الإقامة به، وفضلت العيش في قصر عين حلوان. وتولى سعيد باشا حليم منصب الصدر الأعظم، يعني زي رئيس الوزراء كده، في الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى. وما لبث الأمر كثيرا حتى ظهرت الخلافات بينه وبين الإنجليز نظرا لاعتراضه على دخول تركيا الحرب، وده تسبب في تقلص منصبه حتى انتهت الحرب، وتمت محاكمته ضمن المتسببين في مذبحة الأرمن، ليتم نفيه عام 1919 إلى جزيرة مالطا لمدة عامين، ليرحل بعد ذلك إلى روما ليلقى مصرعه فور وصوله في حادث اغتيال شهير سنة 1921، ليموت صاحب القصر ويترك القصر يواجه مصيره المظلم المجهول. وفي سنة 1934 أصدر الملك فؤاد مرسوما بتحويل القصر إلى مدرسة تابعة لوزارة المعارف، وأطلق عليها مدرسة النصرية، وتم تحويله سنة 1952 لمعسكر تدريب ضباط الثورة في هذا الوقت. وبعد ذلك أخلت المدرسة القصر، ظل مهجورا لا يتم الاستفادة منه. وفي بعض الفترات استخدم كمخزن بتوضع فيه الدعاية الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني عن دائرة قصر النيل.
وفي عام 2007 استطاعت وزارة الآثار استرداده إليها، وكان من المقرر تحويله إلى متحف باسم متحف تاريخ القاهرة، يجمع فيه مقتنيات العائلة الخديوية في مصر، طبقا للمشروع الذي كانت تنوي وزارة الثقافة تنفيذه في هذا الوقت. ولكن حدث ما حدث. ظهر مالك جديد لهذا القصر، وهو رجل الأعمال الأسكندراني المعروف رشاد عثمان، الذي أظهر عقود تفيد شراءه للقصر من ورثة الأمير سعيد باشا. ويقال أن المالك اشترى القصر من الورثة والبرنس، لم يكن له ورثة في مصر، ولكن يقال أن القصر بيع عدة مرات، وإنه اشتراه من آخر ملاكه، ليدخل القصر في صراع ونزاع قضائي لمدة 3 أعوام، الأمر اللي أفسد المشروع اللي كانت ناوية وزارة الثقافة تعمله. وفي عام 2009 انتهت المحكمة بالفصل في تلك المنازعات بملكية القصر إلى رجل الأعمال رشاد عثمان، اللي استلم القصر ليقوم بغلقه من هذا التاريخ حتى الآن دون الاستفادة منه على أي وجه، وضاعت هذه القيمة التاريخية. طبعا الواحد، أنا مش عايزة أقول لكم يا جماعة، وأنا بصور القصر ده يعني كنت حزينة جدا جدا على المنظر اللي هو وصله. وعايزة أقول لكم إن يعني عارف الأغنية اللي بتقول دار يا دار راحوا فين حبايب الدار، القصر ده ينطبق عليه كده. البرنس سعيد حليم ده له قصر في اسطنبول، وبيعتبر من أكتر الأماكن تفردًا في مضيق البسفور، حيث يقام فيه الحفلات ويعني لاستقبال الوفود السياسية والاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف. طبعًا خسارة إن إحنا كبلد سايبين هذه القيمة المعمارية للضياع كده وللمنظر ده. وعايزة أقول لكم إن القصر بيطل على 4 شوارع، ومن أشهرهم شارع شامبليون وشارع حسين باشا المعمار. وفي نهاية الحكاية عايزة أقول لكم إن قصر شامبليون مش مجرد مبنى مهجور، دي حكاية كاملة عن زمن وفن وحب وأسرار. ولو الأماكن التاريخية بتشدكوا زيي، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، واكتبوا لي تحبوا أصور لكم مكان تاني من كنوز وسط البلد، واستنوني في الرحلة الجاية. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.